عجباني مقالاتك. لا والله صحيح، ايه رايك فيه؟ تاني هقول لحضرتك على حاجه. انا الحقيقه شايفه من اول يوم ان هذا الوزير وزير قادر على الانجاز، لانه متواجد دايما، لانه هو الوزير اللي شرب كوبايه الشاي جنب العمال. عارف ايه القصعه، وعارف السيخ بتاع الحديد. بالظبط. لكن اخطا في ايه بقى؟ ان هو جعل نفسه مسؤول في كل لجنه من اللجان التي تشكل لحل القضايا. المدير الذي يتولى فعل كل شيء يفشل في تحقيق الانجاز. هقول لك حاجه، انا مش موضوع، بس والله هو قال لي في مكالمه تليفونيه، قال لي يا فلان البلد متفككه. ده حقيقي. والناس خايفه تتخذ قرارات. فكانه بيروح يعمل ايه؟ يقول لهم لا، يعني كانه بيروح يقول للوزراء اشتغلوا مع بعض، انا يعني كانه بيحمسهم. خلينا نتفق على حاجه. انا وانت عارفين كويس قوي ان مؤسسات الدوله لا تعرف شيء عن بعضها. ده بيخبوا معلومات عن بعض. بل ان المؤسسه الواحده لا تعرف شيء عن بعضها. ومؤسسات حيويه، وانا اعني ما اقوله. مؤسسات حيويه على بعض، تحس انهم يعني اللي هو ايه، ما حدش. اليوم انا كنت بتكلم في موضوع مهم جدا في احدى المؤسسات في الدوله. ومفترض ان المؤسسه دي تبقى عارفه من طرف تاني في اداره تانيه. فقلت له ياه ازاي ده؟ وكده اقول له حضرتك هو الاداره التانيه عارفه الكلام ده. ايه ده؟ ما قالولناش ليه؟ انا ما بتكلمش على مؤسسه تانيه. مؤسسات الدولة مفككة، ولكن تاني انت، ما هو اصل انت تاني مش لازم تجر العربية، لكن تربط الصواميل بتاعة العربية علشان انت مش تفضل موجود، لان احيانا انت ممكن ما تشوفش صامولة صغيرة قد كده. وعليه انه يعمل السيستم اللي يكشف من داخله الاخطاء، ويبقى عنده يعني تغذية استرجاعية كده، تقول له هنا في غلط، هو ده. مش انا هنزل احل. في النهاية هو وزير عارف هو بيعمل ايه، رئيس عارف بيعمل ايه، عنده رؤية، يعني حاضر متحرك في كل حته. لا هو طبعا ما شاء الله. اقول لك حاجه، وامانه ربنا، والبتاعه دي موجوده في على النت، في